يعني القضاء واضح، من تعاطى شيئا من ذلك عامدا وجب عليه القضاء، ولكن من تعاطاه نسيانا أيضا وجب عليه القضاء. كان جالس ومسافر براسين في الفرد وشرب الماء، يجب عليه القضاء. نعم. كالإنساء وكلا يجب عليه القضاء. نعم. إنساء ودرش حاجة من المفترات يجب عليه القضاء. لماذا يجب عليه القضاء؟ لماذا يجب المالكية عليه القضاء؟ لأن الصوم الشرعي ما هو؟ والإمساك عن المفترات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهل حصل من هذا الإنسان هذا الصوم الشرعي؟ لم يحصل منه، فذمته لم تبرأ. نفهم كلام؟ شي إنسان أذن الظهر وصلى، هو صلى وهو ما مضيش ونسى أنه ما مضيش، وصلى ولما سلم تذكر أنه ما مضيش، هل ما زال مخاطبا بصلاة الظهر أم لم يبقى مخاطبا بصلاة الظهر؟ ما زال تكليف جاري عليه صلاة الظهر. لماذا؟ لأن الصلاة الشرعية التي هي مسبوقة بالطهارة ما حصلتش منه. نفهم الكلام؟ فكذلك هنا الصوم الشرعي الذي هو الإمساك عن المفطرات من الفجر إلى غروب الشمس حصل منه؟ لم يحصل منه. برئت ذمته؟ لم تبرأ ذمته، فيجب عليه القضاء. هذا الذي ذكره المالكية. بعض الناس، بعض العلماء يرى أنهم غير مصيبين فيه. قالوا لأننا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: من نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. حديث الصحيحين. يقول لك راه أطعمه الله وسقاه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له فليتم صومه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له يقضي. إيوا علاش المالكية أنتم كتقولوا ليه يقضي؟ شتكم سكتوا؟ ها؟ المالكية كاد المالكية كيخالفوا الحديث. لا المالكية ماذا قالوا؟ قالوا الحديث صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم قاله ونحن نؤمن به ولا نكفره ونقبله ولا نجحده، ولكن راه ماشي معنى هذا الشيء اللي قلت انتم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فإنما أطعمه الله وسقاه معناه لا إثم عليه، لا إثم عليه، مرفوع عليه الإثم لأنه نسي. أما أنتم كتقولوا راه النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ليه خصو يقضي، ويلي راه ما قالش خصو يقضي لأن القضاء راه مفروغ منه، هو راه لا يشكل عليه وجوب القضاء. هذا الذي أكل نسيا أو شرب ناسيا هل يشكل عليه أنه يجب عليه أن يقضي؟ لا يشكل عليه، ولذلك لم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم به لأن الأمر في غاية الوضوح. فهمتوا الكلام؟ وإنما قد يشكل عليه أنه أكل وشرب قد يأثم. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما أطعمه الله وسقاه، ما عندك بيد. مفهوم الكلام؟ وباش تنزيل احنا المالكيين نأكدوا هذا الشيء هذا تنقول لهم هذاك الحديث اللي ذكرنا البارح، حديث الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جمع امرأته في نهاية رمضان، قاله جاء يصيح هلكت يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم 60 مسكين أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. إلى آخره الحديث راح نذكرنا. على الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يقضي، قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يقضي، والعلماء مجمعون على أنه يجب عليه القضاء. فينا هو قال نذكر بانت لكم ما نذكرش القضاء. لماذا لا يذكر؟ لأنه مفروغ منه، هذا شيء في غاية الوضوح، هذا لم يصم صوما شرعيا، لم يذكره في حديث مجامع أهله في يوم رمضان. وكذلك الذي أكل نسيا لم يصم صوما شرعيا، لذلك لم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم القضاء والحال كامل. ثم أزيدكم شيئا فأقول لكم لا يعلم ناس لحق من حقوق الله ولم يطالبه الشرع بالرجوع إليه، لا يعلم.
أن شي واحد نسى شي حاجة من حقوق الله وتذكرها وقال لي اشترى على شي بس ما كاين بلا ما ديرها ما كايناش. إذا ما تذكرهاش ما عليش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن إذا تذكرها يجب عليه أن يقضي حق الله. فهمتوا كلام؟ إذا بهذا التقرير الممتاز ظهر أن من أكل ناسيا أو شرب ناسيا في نهاية رمضان يجب عليه القضاء. هذا التقرير كما قلت لكم في غاية القوة، في غاية الوجاهة، وفي غاية الظهور، وكنا نقول به زمانا، إلا أنه ظهر لنا صحة ما رواه ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. هذا الحديث قلت لكم رواه ابن خزيمة ورواه الحاكم ورواه الدارقطني ورواه البيهقي، واختلف العلماء في صحيح ضعيفه، ولكن الراجح إن شاء الله أنه حديث صحيح. من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وفي رواية عند الدارقطني: من أكل في رمضان ناسيا أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه وليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن هذا الحديث لا يقبل التأويل الذي ذكرناه. وذلك قال القرطبي أبو العباس المالكي رحمة الله عليه: وهذه الأحاديث لا تقبل ذلك الاحتمال، فإن صحت وجب الأخذ بها وحكم بسقوط القضاء. وقد صحت. مفهوم الكلام؟ طيب إذا كان القضية بحال هكا والمسألة في هذا الحديث، وأنا عارف من الأول قبل ما نقول لكم هذا التقرير، علاش غادي نقول لكم كاع؟ واش فهمتوا سؤالي؟ إذا كاين هذا الحديث والقرطبي أبو العباس هذا الأندلسي المالكي يقول إذا صح واجب الأخذ به ولا يقبل التأويل وكذا، وحنا عرفناه، علاش ما قلناش لكم في الأول وهنيناكم من كثرة اللغات ليظهر لكم النظر الذي نظره المالكية، لأن احنا في واحد الزمان كثر فيه الرويبضة. الرويبضة هو الإنسان الذي يتكلم لسانه بحال شيء، يعني لسانه غلبه، ما قدرش، هو ما قدرش على لسانه سايبه، حتى كيقول قلتها خلاتها واحدة كتقول لهم تزبقات ليا، لا ما تيخصهاش. يرى أن المالكية يوجبون القضاء على من أكل ناسيا، ويرى حديث يبدأ يطعن في المالكية، يقول لك هذه المالكية بما تيخالفوا الحديث بما تيخالفوا السنة، تقول لا بشوي عليك، شوف النظر ديال المالكية شنو هو، ثم انت صح عندك هذا الحديث جاك صحيح، هما راه ما جاوب صحيح والسلام. وقد قرر الفقهاء أنه ليس اجتهاد حاكما على الاجتهاد،